إرشادات للعوائل كافة، واقتراح ناجح لوزارة الداخلية والأمن الوطني. قبل يومان أو 3 أيام يوجد شباب في بغداد خطفوا طفلتين وساوموا أهلهم بمبالغ، وعند وصول الشرطة عليهم قبل إلقاء القبض عليهم فقتلوا الطفلتين. فهذا الدم الله سبحانه وتعالى حرم قتل الإنسان البريء. هاي وحدة. ثانيا، كثير من الأشخاص قتلوا ولكن عندهم ظهر يسندهم، من يسندهم، أو ينسجنون 7 أيام 10 أيام ويدفعون مبالغ ويطلعون. فنطلب من جهاز الأمن الوطني ووزارة الداخلية، يقول العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم. هذول مثل طيور الجنة وقتلوهم بدم بارد، ومناي زلازل ومناي دواعش، القوات الأمنية البطلة تقاتل دواعش. فهذول المجرمين لازم قانونا وشرعا أهلهم يطلبون إعدامهم رميا بالرصاص مكان الحادث، لأنه هذول مجرمين حقا. باكر يطلعون بفلوس أو عندهم ظهر يسندهم، مثلا واحد مسؤول كبير يسندهم ويطلعهم أو يدفعون فلوس. فلازم الدولة فورا تعدمهم على مود يصيرون عبرة لمن اعتبر. هاي بالنسبة الاقتراح مالي لوزارة الداخلية والأمن الوطني. أما الإرشادات للعوائل المهمة، أولا عدم ترك أطفالكم بتشول. لا اسم الله يجي واحد ويخطفهم ويروح يبوق الكلى مالتهم ويبيعها. كثير صارت ويسربتونهم بعدين بكلية وحدة. هاي وحدة. ثانيا، لا تخلون مثلا جار أو شيء يحفر حفرة أو بير مقابل اللي ترى إذا عندكم أطفال صغار يقع بيها فورا طموها أو يسقفها لازم صاحب الجار، لأن خطر الطفل الصغير من يطلع مش مدري يقع بيها. كثير ماتوا بالحفرة من تلتلس مي متر أو مترين. النقطة الثالثة، لا تخلون وايرات أو كابلات بتشول مال مولد أو كهرباء طفل يلزمها، ترى يتكهرب. كثير أطفال لزموا لها وتكهربوا. فيجب أن ترفعوها لفوق وتتيبوها. النقطة الأخرى، أكرر مرة ثانية، يجب على أهل الأطفال أن يطالبوا الجهات المختصة الأمن الوطني ووزارة الداخلية بإعدام هؤلاء المجرمين القتلى والطفلتين، وعدم العفو أو سجنهم. هاي كلاوات سجن باكر يطلعون أكو عندهم ظهر. إعدامهم فورا في مكان الحادث على مود يكون عبرة لمن اعتبر، لأن هذول المجرمين باكر كل شيء يسوون شغلات أكبر من هاي. هذا ولكم الشكر، واطلب المشاركة واللايكات.